بالظبط. إيه الفرق ما بين الماتريكس والديترمنت؟ الديترمنت هو عبارة عن ماتريكس قيمتها معروفة. يعني مثلا اقول لك انا الديترمنت بتاع الايه بيتكتب كده، تمام، بيتكتب ايه ديترمنت. الفرق ما بينها ان ده بتكون في خطين كده. الماتريكس كانت بتكون موجودة في ايه، في براكت كده، ايه، سكوير براكت، تمام، انما دي بتكون مش عاملة شبه الابسوليوت فاليو كده. وهي برضو نفس الفكرة هنا، برضو ايه واحد واحد، ايه واحد اتنين، ايه واحد تلاتة، اتنين واحد، اتنين اتنين، اتنين تلاتة، وايه تلاتة واحد، وايه تلاتة اتنين، وايه تلاتة تلاتة. نفس التقسيمة بتاعت الماتريكس، نفس التقسيمة بتاعت الماتريكس، بس ايه الفرق ما بين ده وده؟ ان هناك في الماتريكس انا ما كنتش اعرف قيمتها، يعني هي ملهاش قيمة بالنسبة لي. انما الديتريمنت هو ليه قيمة، يعني هو قائم كده قدامي، انا عارف القيمة بتاعته واقدر اجيبها بالطرق اللي احنا خدناها قبل كده في الطريقة بتاعت الفيكتورز لو تفتكر. مم. تمام. ممكن برضو نعيد برضو على الكلام بتاع النهارده. لو انا عندي ماتريكس شبه كده 3 في 3، ازاي بقدر اجيب؟ اول حاجه كنا احنا بناخد كنا ممكن طبعا نقدر نحسب القيمه بتاعه الديترمنت دوت من اي صف. انا عندي هنا 3 صفوف، صح؟ ممكن اخد اي صف واشتغل عليه عادي. بس احنا دايما في الشغل بتاعنا بنفضل ان احنا نشتغل ايه في الصف الاولاني. ودايما القيمه دي بتكون بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. تمام، يعني موجب سالب موجب سالب موجب سالب وهكذا. تمام. مم. بحيث ان انا مثلا وانا خدت السطر الرو الاول ده كده وبدات اشتغل عليه عشان اجيب قيمه الديترمنت دوت. فانا هقول ان هو هيكون براكت مضروب في الاي واحد واحد ناقص براكت مضروب في الاي اتنين اتنين بلس، قصدي ايه اتنين، ايه واحد اتنين قصدي، انا اسف عشان بقى على الصف الاول، زائد براكت مضروب في مين؟ الايه واحد في ايه تلاتة. واحد. هتقول لي طب انت ليه حطيت هنا بوزيتيف وحطيت هنا نيجاتيف؟ عشان مكان الاي واحد اتنين في الماتريكس نيجاتيف، عشان كده بنحط هنا نيجاتيف. طب مكان الاي واحد تلاتة بوزيتيف، طب مكان الاي واحد واحد بوزيتيف، عشان كده حطيناهم البوزيتيف. انما الاي واحد اتنين الوحيد اللي حطيناه بالنيجاتيف. حتى لو هو قيمته بوزيتيف، يعني مثلا لو هي مثلا كان السطر بيقول لك واحد واثنين واربعة مثلا، فهي هتكون واحد في براكت سالب اتنين في براكت. طب هي اصلا مكتوبة اتنين بس مكانها في الماتريكس سالب، قصدي في الديتريمنت مكانها سالب. تمام. فتنحط اكنها تمام. سالب براكت مضروبة في اتنين، يعني اكني بقول لك سالب اتنين في البراكت. حلو قوي. نيجي بعد كده كنا بنعمل ايه؟ كنت باجي عند دلوقتي انا هجيب الحساب عند الايه واحد واحد، فكنت بودي صف مع عمود واقول قطر رئيسي ناقص قطر غير رئيسي. يعني ايه اتنين اتنين مضروبة في ايه تلاتة تلاتة ناقص ايه اتنين تلاتة ناقص ايه تلاتة اتنين، قصدي مضروبة فيها. تمام. ايه اتنين تلاتة مضروبة في ايه تلاتة اتنين، وهكذا بقى زي ما احنا خدنا قبل كده، مش هنطول في الحتة ديت. تمام. بس ايه، فكركم بس باللي هو الماتريكس. كنا برضو نيجي على الصف التاني، ناخد الصف التاني طول وعرض، وناخد برضو ايه قطر رئيسي بقطر غير رئيسي. الايه واحد تلاتة نطير الصف والعمود بتاعه، وقطر رئيسي ناقص قطر غير رئيسي. تمام. مفيش اي شيء جديد على اللي احنا قلناه قبل كده. بس هنا بقى لو الراجل مثلا مديك ماتريكس 2 في 2، ازاي بنقدر نحسبها؟ بقول لك مثلا ماتريكس ايه، قصدي ديترمنت ايه مثلا عباره عن 2 و5 و4 و3. هي بنفس الفكره بالظبط. لو انا عايز اجيب الديترمنت بتاع الايه، تمام، بيكون عباره عن مين؟ قطر رئيسي اللي هو 2 في 3، تمام، 6 ناقص قطر غير رئيسي اللي هو بكام؟ ب 20، يديك كام؟ سالب 14. تمام. ده تمام. كده بالنسبه للديترمنت. ممكن بقى نفتح كده الملف ونقرا شويه نشوف ايه اللي احنا ناقصنا. طبعا اللي بقول لك هات الديترمنت للماتريكس، ماشي. لو الراجل هنا بيقول لك فايند الديترمنت بتاع الايه، هو الراجل مديك هنا ايه دي 3 في 3، صح؟ فانا المفروض ان انا هشتغل على الصف الاول. فهنيجي بقى نقول ايه؟ هقول هاخد العنصر الاولاني اللي هو صفر، هيبقى قوس مضروب في الصفر، صح؟ ناقص صح. قوس مضروب في الواحد زائد قوس مضروب في اتنين. كده كده اللي مضروب في الصفر ده خلاص خلص بصفر. طب اللي مضروب في الواحد، هاجي اطير الصف بتاع الواحد والعمود بتاع الواحد، يتبقى لي كام؟ 3 في سالب واحد بسالب تلاتة. سالب 3، وواحد في صفر بصفر، يبقى ناقص صفر. تمام. فأنا كده خلصت الصف ده.
بعد كده هاجي على العنصر التاني اللي هو الاتنين، هطير الصف والعمود بتوعه، ويبقى لي قطر القطر الرئيسي اللي هو 3 في 1 ب3 ناقص القطر الغير رئيسي اللي هو 1 في 1 في 1. فيبقى الناتج في النهاية كام؟ سالب 3 في 1 بسالب 3 في سالب يبقى 3، زائد 3 ناقص 1 2 في 2 يبقى 4. يبقى الناتج في الآخر كام؟ 7. يبقى الديترمنت احنا عندنا في حاجة اسمها الرو اوبريشن، ده بقى موضوع الحصة بتاعت النهاردة، وحاجة اسمها ايشلون فورم. تمام. الرو اوبريشن الرو اوبريشن اللي هي بنسميها بالعربي العمليات على الصفوف. تمام. ودي بقى مهمة جدا جدا جدا. لو انا عندي ماتريكس، تمام، ماتريكس اسمها ايه، وانا عايز اوصلها لصورة ايشلون. تمام. هي ماتريكس ايه اهي، طبعا كلها هنا كده بيكون عناصر. تمام. وليكن مثلا اللي هي 3 في 3. ماشي. صورة ايشلون ما هي الا ايه؟ اللي احنا عايزين نخلي هنا صفر وهنا صفرين، ولو كانت اكبر من كده تبقى صفر صفرين تلات اصفار، ولو كانت اكبر من كده تبقى صفر صفرين تلات اصفار اربع اصفار، ولو كانت اكبر من كده تبقى صفر صفرين خمس تلات أصفار أربع أصفار خمس أصفار. ست اصفار وهكذا. كل ما الفكرة، يعني كل ما الماتريكس تكبر احنا عايزين نمشيها بالتدريج، صفر صفرين تلاتة صفرين تلاتة تلاتة أربعة، أنت فاهم، بحيث إن هم يكون ما بينهم إيه؟ ما بين كل صف والتاني في صفر زيادة. تمام. تمام. قال لك احنا عشان نوصل لدوت لازم نستخدم حاجه اسمها الروبوريشن عشان نعرف نوصل للشكل بتاع الايشلون فورم ده بنسميه بالمناسبه الايشلون فورم. ايشلون فورم اللي احنا نوصل الماتريكس ان هي تكون على الصياغه دي اللي هي تكون كلها عناصر ما عدا ايه؟ صفر صفرين ثلاث صفار اربع صفار. ودايما تلاقي ان هي ايه؟ تكون ابر تريانجولار. الماتريكس بتاعتك بعد ما توصلها الايشلون بتكون ابر تريانجولار. تمام. ماتريكس زي ما احنا خدنا امبارح يعني. تمام. طب ازاي اوصل للايشلون فورم؟ قال لك عن طريق حاجه اسمها الرو اوبريشن. قال لك ماشي. طب ايه هي الرو اوبريشن المسموحه ليا؟ قال لك عندك ثلاثه رو اوبريشن. اول رو اوبريشن عندك، اقول لك بالعربي اهو، اللي انت ممكن تبدل صف مكان صف عادي، تبدل رو مكان رو تاني خالص. يعني ايه؟ انا مثلا عايز ابدل دلوقتي ما بين الاول والتاني، همسك الصف الاول احطه مكان التاني ولا كأن حاجه حصلت، واطلع التاني مكان الاول. ماشي. يبقى ديت اول رو اوبريشن مسموح بها ليا، اللي انا ممكن ابدل رو برو تاني. ماشي. تمام. طب تاني رو اوبريشن مسموحة بالنسبة لي انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اضرب، ها، او اقسم اي رو على اي رقم على اي رقم انا شايفه من مصلحتي اللي انا مثلا اضرب فيه او اقسم عليه. تمام. تمام. يعني مثلا انا شايف ان الصف التاني لو اتضرب في اتنين من مصلحتي المسألة هتسهل بالنسبة لي اكتر، اقوم ضربه في اتنين عادي جدا. تمام. تالت حاجة اللي انا ممكن، وديت الاكتر استخداما بقى، اللي انا ممكن اضرب او اقسم اي رو في اي رقم، تمام، واجمعه او اطرحه من رو اخر. من رو اخر. ودي هكتب لك اهو الاكثر استخداما. الاثنين اللي فوق دول ما بنستخدمهمش خالص اصلا. مم. انما اللي انا اضرب مثلا الرو الاول اضربه مثلا في سالب 2 واجمعه على الرو الثاني والناتج احطه في الرو الثاني، دوت اللي احنا بنستخدمه كتير. مثلا اضرب الرو الاول في 3 واجمعه على الرو الثالث واحط الناتج في الرو الثالث. تمام. دي اسمها الرو اوبريشن بقى، هي ديت اللي احنا بنستخدمها اكتر حاجه. تمام. عشان اوصل الماتريكس بتاعتي لصوره ايشلون فورم. تمام كده. تمام. فنيجي كده بقى بيقول لك هنا يوز الرو اوبريشن. تعال كده نشوف الماتريكس دي، وديت ماتريكس كبيره شويه. 4 في 4. 4 في 4 دي طويله قوي، عايزين حاجه 3 في 3. تعال ناخد مثلا ماتريكس 3 في 3 دي، بحيث بس ان انا ايه ادخل لك الفكره، وال 4 في 4 نبقى نحلها مع بعض برضه. تعال مثلا نشوف بقى نطبق الشغل بتاعنا ده هنا.
احنا اول حاجه ما الماتريكس بتيجي قدامنا نشوف احنا عايزين نعمل فيها ايه. انا اول حاجه عايز اعملها، انا عايز اوصلها لاشلون فورم باستخدام الرو اوبريشن. طب يعني ايه اشلون فورم؟ يعني انا محتاج اخلي الاثنين ديت زيرو، ومحتاج اخلي السالب 4 ديت زيرو، والواحد دوت زيرو، صح؟ عشان صح. يبقى صفر صفرين. فدوت ابسط حاجه انا عايز اعملها. فاللي انا ممكن اعمله دلوقتي عشان اخلي الاثنين ديت صفر، انا ممكن اضرب الواحد اللي فوقها ده في سالب 2 واجمعه عليها، صح؟ صح. يبقى دوت اللي احنا دوت الفكر بتاعك بقى، اللي انا هعمل ايه؟ هقول هضرب سالب 2، وركز معايا بقى في الصياغه، في الرو الاول، واجمعه على الرو الثاني، والناتج احطه في الرو الثاني. انا اتكلمت ازاي؟ سالب 2 في الرو الاول هجمعه على الرو الثاني، والناتج هحطه في الرو الثاني. يعني بمعنى اصح بقول لك ان الرو الاول هيتحط شبه ما هو، مش هيتغير، ما انا حطيت الناتج في الرو الثاني. صح ولا ايه؟ صح. يعني الواحد والاثنين والواحد ما عملتش فيهم حاجه. امال انا هعمل فيهم ايه دلوقتي؟ انا هضرب بقى، هضربهم في سالب 2 واجمعهم على الروت تاني، خلاص يبقى سالب 2 في 1 بسالب 2، و2 يديك 0. سالب 2 في 2 ب 4، و3 يديك سالب 1. سالب 2 في 1 بسالب 2، و2 يديك 0. طب الروت التالت انا ما جيتش جنبه، زي ما هو. ولا انا جبت سيرته؟ ما جبت سيرته. طب في نفس العمليه انا عايز اخلي السالب 4 ديت 0، مش ممكن اضرب الصف اللي فوق ده اللي هو الاولاني في 4 واجمعه على الروت التالت، والناتج احطه في الروت التالت؟ ينفع. يبقى 4 رو 1 واجمعه على الرو التاني، التالت قصدي، والناتج احطه فين؟ في الرو التالت. م. يبقى انا هاجي هنا كده. يبقى انا كده بمعنى اصح انا بقول لك ان الرو الاول والتاني انا ما جيتش جنبه، واحد واثنين وواحد، صفر وسالب واحد وصفر. اضرب لي بقى 4 في 1 ب4، وسالب 4 يديك صفر. 4 و2 8، و1 9. 4 و1 4، و2 6. تمام كده؟ تمام. ما دام انت وصلت ان هنا في صفر وهنا في صفر، خلاص ما تفكرش في الرول الاول تاني بقى كده، خلاص مش هينفع نضربه فيه. ليه؟ ما انا لو ضربت مثلا الرول الاول، مثلا انا عايز اخلي 9 ديت صفر، صح؟ صح. لو انا ضربت مثلا الرول الاول دوت في 2 على في 9 على الاثنين، هتظبط، صح؟ بس صح. 9 على الاثنين في واحد وصفر، بقت 9 على الاثنين، يبقى انا ضيعت الصفر ده، انا محتاجه. فبالتالي مش هفكر تاني في الرول الاول ما دام انا وصلت لهنا صفر وصفر. امال افكر فين؟ افكر في الرول اللي فوقيه على طول، اللي هو الروت التاني. هضرب الروت التاني في 9، واجمعه على الرو التالت، والناتج احطه في الرو التالت. يبقى 1 2 1، صفر سالب 1 صفر. صفر في 9 بصفر، زائد صفر اداني صفر، الحمد لله لسه محتفظ بالصفر بتاعي. 9 بسالب 1 بسالب 9، و9 اداني صفر. صفر. 9 في صفر بصفر، و6 اداني 6. كده انا خلاص وصلت لصوره اشلون. ايه اللي اكد لي ان انا وصلت لصوره اشلون؟ اللي هنا اصبح فيه تدرج في الاصفار، صفر صفرين. يعني ازاي؟ عن طريق ان انا خلاص اصبح عندي تدرج فين؟ في الاصفار الصورة. بتاعتي. تعال ناخد بقى واحده 4 في 4 بحيث ان انا اتمم لك على المعلومه. ولو انت اتعلمت خلاص ان انت تعرف تشتغل وتجيب صوره اشلون براحتك، فانت كده حرفيا قطعت نص الطريق، عشان احنا كل الحصه الجايه نحتاج ان احنا نوصل لصوره اشلون في كل المسائل اللي يعتبر، في كل الافكار. انا دلوقتي محتاج ايه؟ وهناخدها بقى واحده واحده كده، وعايزك تشتغل بالاسلوب بتاعي. انا محتاج ان انا اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم اخلي الثلاثه والسالب واحد والاثنين كلهم بصفار، صح؟ صح. يبقى انا دلوقتي هعمل ايه؟ ممكن اضرب الواحد دوت في سالب 3 ار واحد، واجمعه على الار 2، والناتج احطه في الار 2، صح؟ صح. وفي نفس الوقت ممكن اجمع الواحد على السالب واحد يديني صفر، يعني اجمع الار واحد على الار 3، والناتج احطه في الار 3.
وفي نفس الوقت ممكن اضرب الار واحد في سالب 2 واجمعه على الاتنين عشان يديني صفر. يبقى سالب 2 ار واحد زائد ار 4، والناتج احطه في الار 4. يبقى انا كده عملت 3 رو اوبريشن في خطوه واحده. وارجوك اكتب شبهي الحاجه اللي انت هتضرب فيها وهتقسم فيها حطها في الاول، يعني سالب 3. يعني الرول الاول يكون محطوط دايما في الاول، ودايما انت هتجمع على التاني من غير ما تضرب فيه او تقسم عليه. فاهمني ازاي؟ يعني انت العمليه بتاعتك فاهم. بتعملها على الرو وبتحطه في الاول، يعني امشي بنفس السيستم بتاعي ده كده. تمام. خلاص انا عملت 3 رو اوبريشن مع بعض اهم. تعال نشوف بقى. بمعنى اصح انا عايز اقول لك ان الرول الاول ما اتغيرش، لو انت واخد بالك انا بعمل عمليات عليه. واحد واثنين. لا الاثنين اتغير والثلاثه اتغير والاربعه اتغير، مش بروح احط فيهم. ايوه، انا قصدي على اول دول الارقام اللي موجوده فيه. واحد واثنين وواحد واثنين دول ثابتين. يلا يا عم نبدا نشتغل. هضرب سالب 3 في الرول الاول واجمعه على الرول الثاني. سالب 3 في 1 بسالب 3 و3 ادانا صفر. ثلاثه. سالب 3 في 2 بسالب 6 و5 ادانا و1 يدينا سالب 5. سالب 3 في 1 بسالب 3 وسالب 2 يبقى سالب 5. سالب 3 في 2 بسالب 6 و3 يبقى سالب 3. ها اللي بعد كده انا جمعت الاول على الايه، على الثالث. 1 وسالب 1 ادانا صفر. 2 وصفر ادانا صفر. 1 و3 ادانا 4. 2 و1 ادانا 3. بعد كده ضربت سالب 2 في الرول الاول وجمعته على الرول الاخير. سالب 2 في 1 بسالب 2 و2 ادانا صفر. سالب 2 في 2 بسالب 4 و3 سالب 1. سالب 2 في 1 بسالب 2 و2 ادانا صفر. ها سالب 2 في 2 بسالب 4 وسالب 2 ادانا سالب 6. ماشي كده. انا ماشي. الحمد لله وصلت للي هنا ان التلاته دول بقوا صفار. انا دلوقتي محتاج اعمل ايه؟ محتاج اخلي الاثنين ديت بصفر والسالب واحد اللي تحتها بصفر. والسالب واحد اللي تحتها بصفر. بس اصبر بقى عليها كده، ناخدهم بالترتيب واحده واحده. تمام. الاثنين ديت عشان اخليها بصفر فانا المفروض مش هرجع بقى للاولاني. ليه؟ عشان لو انا جمعت الواحد على الصفر هيديني واحد، احنا مش عايزين نضيع الصفر ده. فهرجع للي قبله على طول. ازاي اخلي السالب 5 ديت 2 او اخليها سالب 2 عشان اجمعها على الاثنين ديت؟ هضربها في 2 على 5 الرو التاني واجمعه على الرو التالت، والناتج اللي يطلع احطه في الرو التالت. م. وفي نفس الوقت واضحه. اخلي ازاي السالب 5 ديت واحد، بحيث ان انا اضربها في السالب واحد اجمعها على السالب واحد يديني صفر. هضربها في سالب واحد على 5 في الرو التاني، والناتج اجمعه على الرو الرابع واحطه في الرو الرابع. يبقى من هنا كده نشد كده خطين ونسمي الله ونبدأ. واحد اتنين واحد اتنين. الرو التاني ما اتغيرش، صفر سالب 5 سالب 5 سالب 3. يلا يا عم ابدأ اشتغل. 2 على 5 في الرو التاني اداني سالب ايه؟ سالب 2 سالب و2 اتنين. اداني صفر، يبقى صفر وصفر. سالب 2 على 5 برضه اداني سالب 2. سالب 2 و4 اداني 2. يبقى سالب 2 على اتنين. 5 او 2 على 5 في سالب 3 يبقى سالب 6 على 5 و3 يبقى 15 على 5، وسالب 6 على 5 يبقى اديك كام؟ 9 على 5. تمام. بعد كده هضرب سالب 1 على 5 في التاني واجمعه على الرابع. يبقى سالب واحد، قصدي واحد وسالب واحد ادانا صفر، صح؟ هنا برضو ادانا واحد. واحد وصفر ادانا واحد. وهنا 3 على 5 وسالب 6. 3 على 5 ناقص 6. الستة ديت ممكن تكون كام؟ 30 على 5. يعني أكني بقول لك سالب 27 على 5. تمام؟ تمام. طبعا بالآلة الحاسبة بقى أنت ممكن تشتغل. كده احنا الحمد لله وصلنا لنص الطريق. صفر صفرين يبقى هنا المفروض يكون 3 أصفار. صفر تلاتة اصفار. يبقى أنا محتاج إن أنا أخلي الواحد ده صفر. طب إزاي؟ هبص على اللي قبله على طول. إزاي أخلي الاتنين ديت واحد أو سالب واحد؟ هضربها في سالب نص، صح؟ سالب نص ار 3 اجمعه على الار الرابع، والناتج احطه في الار الرابع. يبقى انا بمعنى صح لو اشتغلت واحد اتنين واحد اتنين، صفر سالب 5 سالب 5 سالب 3 صفر صفر اتنين 9 على 3. هضرب بقى مين؟ هضرب الاتنين في سالب نص يديك سالب واحد، وواحد يديك صفر، صح؟ يبقى هنا صفر صفر صفر. سالب واحد على الاتنين في 9 على 3 يديك سالب 9 على 6. سالب 9 على 6. وهجمعه على سالب 27 على 5. اشوفها ديت بالكالكوليتر بتطلع كام. تمام. اشوف مثلا تمام. ديت 30 سالب 45 ناقص 6 في 27 بكام؟ 6 في 20 ب 120 و6 في 7 ب 42. ادي كده 100
62 162 162 و140 كده 150 كده 200 207 يبقى سالب 207 على 30. تمام، سالب 207 على 30. ماشي، يبقى دي ماشي. كده هي الحسبة بتاعتنا. يبقى احنا كده وصلنا الاشلون. عرفت منين؟ هنا صفر، صفرين، ثلاث اصفار، الحمد لله اشلون وصل والدنيا اشتغلت. ها، واضحة ولا لسه؟ لا، واضح. كده احنا الحمد لله فهمنا ازاي نشتغل رو اوبريشن، وفهمنا برضه الحمد لله ازاي نوصل للاشلون فورم. تعال بقى ناخد الموضوع بتاع الحصة بتاعتي النهاردة، ألا وهو الانفرس. تمام، الانفرس اوف ا ماتريكس. ازاي بنعرف نجيب الانفرس؟ ماشي، كده انا اهلتك اللي انت تفهم الانفرس اوف ماتريكس. ماشي، الانفرس بتاع الماتريكس ليه اكتر من 4 او 5 طرق. تمام، انا هناقشك النهارده في الحصه في طريقتين اتنين بس، وقدام شويه لما نخش بقى في الايجن فاليو والايجن فيكتور هكلمك في طريقه ايه ثالثه ورابعه. ماشي، ماشي. من هنا بقى كده في الانفرس بتاع الماتريكس، اول طريقه عندنا بنسميها مين؟ تساوي ماتريكس بي. تمام، تمام. من المنطقي لو هي ديت معادله بالنسبه لك عاديه مش معادله ماتريكس، وبقول لك هات لي قيمه الاكس، هتقول لي ان الاكس عباره عن بي اوفر الاي، صح؟ صح. انما احنا بنتكلم في ماتريكس، فالماتريكس اصلا ما ينفعش. انا اديتك جمع واديتك طرح واديتك ضرب، ما سالتش نفسك ليه ما اديتكش اسمه؟ عشان احنا في الماتريكس ما عندناش حاجه اسمها اسم. تمام، فبنضطر هنا ان انا اعمل لك ايه؟ اللي انا ما اضربش بقى الحته ديت. امال انا اعمل ايه؟ هنضرب المساله كلها في ايه انفرس. اضرب المساله كلها كده في ايه انفرس، بحيث لما انا اضرب الايه في الايه انفرس يديني الاي اللي هي مصفوفه الوحده. مش لو مثلا اقول لك نص في 2، مش دوت حاجه في الانفرس بتاعها، يدينا كام؟ يدينا واحد. بالظبط، لما انا اضرب في الاي انفرس يبقى الاي في الاي انفرس يدينا اي. اكس بتساوي الاي انفرس في مين؟ في البي. يبقى انا دلوقتي لو انا عايز اعرف اجيب الاكس لازم أن يكون معايا الاي انفرس، وكده كده البي معايا. اضرب الاي انفرس في البي اجيب مين؟ قيمه الاكس. تمام، فمن هنا كده تمام. بنحتاج ان احنا نفهم بقى يعني ايه انفرس بتاع الماتريكس، او ايه هي خصائص الانفرس. تمام، تمام. قال لك بقى الماتريكس بتاعتنا عشان نعرف اجيب لها انفرس لازم اول حاجه تكون المصفوفه ديت لازم تكون على نظم، لا اما 2 في 2، لا اما 3 في 3، لا اما 4 في 4، لا اما 5 في 5. يعني معنى اصح لازم سكوير. تكون سكوير ماتريكس. حلو قوي. تعال اول حاجه خالص، لو انا عندي ماتريكس 2 في 2، تمام، فانا هعمل ايه؟ مثلا عندي 2 و3 و5 ولا 6 و5، ماشي، وعايز اجيب لها الاي انفرس دي مثلا مصفوفه ايه، انا عايز اجيب لها الاي انفرس بتاعتي. الاي انفرس هي عباره عن ايه؟ واحد على المعيار، تمام، في المصفوفه ديت ذات نفسها كده. ها، ببدل القطر الرئيسي وبغير اشاره القطر الغير رئيسي. انا كده اتلخبطت. ببدل القطر الرئيسي، ببدل ما بين الخمسة والاتنين، واغير اشاره القطر الغير سالب رئيسي. 3 وسالب 6. سالب 3 وسالب 6. واحد على المعيار دوت اللي هو واحد على الديتريمنت، يعني اللي هو 2 في 5 ب 10 ناقص 18 يديك كام؟ يديك سالب 8. يبقى كام؟ 1 على سالب 8 مضروبة في مين؟ 5 سالب 6 سالب 3 2. يبقى انت كده جبت مين؟ كده انت جبت الانفرس ده المصفوفة اللي هي 2 في 2. تمام؟ يبقى هي 1 على المعيار في ابدل الرئيسي واغير اشارة القطر الغير رئيسي. ماشي؟ ماشي. مشكلتنا دايما في مين؟ في التلاتة في تلاتة بقى ديت اللي بيكون فيها شغل شوية. تعال نجيب مسألة بقى ونبدأ نشتغل عليها بالطريقة بتاعتنا اللي هي بتاعت الرو اوبريشن. جاب لك هنا مصفوفة 3 ايه؟ 3 في 3، وبيقول لك اشتغل لي عليها بالطريقة بتاعت مين؟ بتاعت الرو اليمينيشن. الرو اليمينيشن بيقول لك اللي انت بتعمل مصفوفة مجمعة ما بين الاي والاي، صح؟ فانا هروح اكتب الاي زي ما هي اهي، 1 2 2 2 0 1 3 1 سالب 1، واحط هنا مين؟ 1 0 0 صفر 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 0 1 0 صفر واحد صفر. 0 0 1. القطر الرئيسي بوحايد والباقي كله بصفار.
وبعد كده احاول اوصل بالمصفوفه اللي على الشمال ديت لايشلون فورم. يبقى انا محتاج اخلي مين بصفر ومين بصفر، محتاج اخلي الواحد بصفر والتلاته بصفر، صح؟ يبقى انا اول عمليه هضرب الصف الاولاني في واحد واجمعه على التاني واحطه في التاني، صح؟ والعمليه التانيه اللي هضرب نيجاتيف 3 في الرو الاول واجمعه على الرو التالت والناتج يكون في الرو التالت، صح كده؟ وابدا اشتغل بقى. طبعا كده كده الصف الاولاني مش هيتغير، واحد اتنين اتنين، واحد صفر صفر. مين اللي هيتغير؟ الصف التاني. اضرب يلا، واحد في سالب واحد، بسالب واحد وواحد يديك صفر، سالب اتنين صفر. وصفر يديك سالب اتنين، سالب اتنين واتنين يديك صفر، سالب واحد وصفر يديك سالب واحد، صفر وواحد يديك واحد، صفر وصفر يديك صفر. ماشي. اللي بعد كده سالب تلاتة وتلاتة يديك صفر، سالب ستة وواحد يديك سالب خمسة، سالب ستة وسالب واحد يديك سالب سبعة، سالب تلاتة وصفر يديك سالب تلاتة، صفر وصفر يديك صفر، صفر وواحد يديك واحد، صح كده؟ صح. بعد كده انا محتاج بقى، خلاص انا وصلت هنا صفر، يبقى انا محتاج هنا صفرين. طب اعمل ايه؟ هخلي الاتنين ديت او السالب اتنين ديت خمسة. ازاي؟ اللي انا هقول خمسة على سالب اتنين في الرو التاني واجمعه على الرو التالت واللي يطلع احطه في الرو التالت. يلا يا عم اشتغل. التالت. يبقى واحد اتنين اتنين، واحد صفر صفر، واحد صفر صفر. صفر سالب اتنين صفر سالب واحد واحد صفر. واشوف بقى انا هعمل ايه دلوقتي. صفر وصفر صفر، خلاص. سالب اتنين هضربها في خمسة على سالب اتنين يديك خمسة، خمسة وسالب خمسة يداني صفر، صفر وسالب سبعة يديك سالب سبعة، خمسة على سالب اتنين في سالب واحد يديك خمسة على الاتنين، خمسة على الاتنين ناقص تلاتة يديك كام؟ نقول لك خمسة على الاتنين ناقص ستة على الاتنين اللي هو بسالب واحد على الاتنين. ماشي. خمسة على سالب اتنين في واحد بخمسة على سالب اتنين وصفر يبقى خمسة على سالب اتنين، خمسة على سالب اتنين في صفر بصفر وواحد يديك واحد. ماشي. كده انا وصلت بقى لصورة مين؟ صورة ايشلون. ها، ناقص لنا ايه بقى؟ ناقص لنا اللي احنا نخلي الاتنين ديت بصفر والاتنين ديت بصفر، صح؟ صح. انا ممكن اول حاجة اعملها اللي انا ممكن، انا محتاج اللي انا اخليها صفر واحد صفر وصفر صفر واحد، مم. صح؟ يبقى انا ممكن اقسم الرو التاني صح. دوت على سالب اتنين واقسم الرو الاخير على سالب سبعة، صح؟ يبقى انا اقول بالظبط. صح. الرو التاني هقسمه على سالب اتنين والرو التالت هقسمه على سالب سبعة، والناتج طبعا احطه في الرو اتنين والناتج طبعا احطه في الرو نتيجة تلاتة. تلاتة. فهنا كده المسألة بتاعتي تكون ماشية ازاي؟ واحد اتنين اتنين، واحد صفر صفر، يلا صفر واحد صفر، وأقسم بقى سالب واحد على سالب اتنين بنص، واحد على سالب اتنين بواحد على سالب اتنين وهنا صفر. بعد كده أقسم دوت على سبعة يبقى صفر صفر واحد، سالب واحد على الاتنين على سالب سبعة يديك واحد على أربعتاشر، خمسة على سالب اتنين على سالب سبعة يديك خمسة على أربعتاشر، واحد على سالب سبعة. يبقى احنا كده وصلنا تقريبا للشكل. ناقص لي بس مين؟ اللي انا اصفر الاتنين ديت والاتنين دي. ازاي؟ مم. عن طريق اللي انا اضرب الرو التاني في سالب اتنين، يبقى سالب اتنين الرو التاني واجمعه على الرو الاول والناتج احطه فين؟ في الرو الاول. تمام. تعال نجرب كده. يبقى كده كده الرو الاول هيتغير، التاني هو اللي ثابت اللي هو صفر وواحد صفر، نص سالب نص وصفر، والتالت برضو زي ما هو ثابت، واحد على أربعتاشر وخمسة على أربعتاشر وواحد على سالب سبعة. تمام. وأبدأ أشوف بقى. أنا هضرب سالب اتنين في الار اتنين وأجمعه على الار واحد، سالب اتنين في صفر بصفر وواحد يدينا واحد، سالب اتنين في واحد بسالب اتنين واتنين يداني صفر، سالب اتنين في صفر بصفر وزائد اتنين يداني اتنين، واحد على الاتنين في سالب اتنين يديك سالب واحد، سالب واحد وواحد يدانا صفر. تمام. سالب اتنين في سالب واحد على الاتنين يداك واحد وصفر يديك واحد، صفر وصفر يداك ايه؟ صفر. تمام.
بعد كده انا محتاج ان انا اعمل ايه؟ هخلي الاثنين ديت صفر عشان يبقى انا هضرب مم. الصف الثالث في سالب 2، يبقى سالب 2 الرو الثالث واجمعه على الرو الاول والناتج احطه في الرو الاول. تعال نطبق بقى اخر المنظومه ديت في صفحه جديده كده. معلش المساله طويله بس ده تعتبر مساله خفيفه يعني، دي كده حتى مش طويله. سبحان الله. ونيجي بقى نشوف ايه اللي بيتغير. صفر واحد صفر، واحد على الاتنين، نيجاتيف واحد على الاتنين وصفر. هنا صفر 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 واحد، واحد. واحد على 14، خمسة على 14، واحد على سالب سبعة. يلا يا حاج اضرب. ها، صفر في سالب اتنين بصفر، صفر. صفر في سالب اتنين بسالب واحد في سالب اتنين بسالب اتنين، واتنين اداك صفر. انا اسف ده بواحد، انا اسف، ده بواحد وده بصفر. ها، واحد على 14 في سالب اتنين بسالب واحد على سبعة زائد صفر يديك سالب واحد على سبعة. سالب اتنين في خمسة على 14 يديك خمسة على سالب سبعة. واحد اللي هو سبعة على سبعة يديك كام؟ اتنين على سبعة. واحد على سالب سبعة في سالب اتنين يديك اتنين على سبعة. اتنين على سبعة وصفر يديك اتنين على سبعة. أصبحت هنا إيه؟ أصبحت هنا مصفوفة الآي، يبقى اللي جنبها أكيد ده الإيه إنفرس. يبقى دوت كده الإيه إنفرس اللي هو سالب واحد على سبعة واتنين على سبعة واتنين على سبعة، نص وسالب نص وصفر، واحد على 14 وخمسة على 14 وواحد على السالب سبعة. تمام؟ مم. يبقى دي كده بالنسبة لي الإيه إنفرس. لو إحنا فعلا رحنا كده شفنا الحوار دوت هلاقي فعلا نفس الإيه؟ نفس نفس الحل. تمام. يبقى الإيه إنفرس هي اللي إيه؟ الناتج اللي هو طلع لنا في الآخر. طويلة مش طويلة أوي يعني. تمام. تمام. نيجي بعد كده نشوف ازاي اصلا نعرف اذا كانت الماتريكس بتاعتي ديت سنجولار ولا انفيرتبل. تمام. ايه الفرق ما بين اللي يكون عندي ماتريكس حاجه اسمها سنجولار وحاجه اسمها انفيرتبل؟ انفيرتبل ديت اللي هي قابله للانعكاس، ينفع اجيب لها الاي انفرس. تمام. انما المصفوفه السنجولار دي اسمها مصفوفه منفرده. مصفوفه منفرده ما ينفعش اجيب لها ما ينفعش اجيب لها الانفرس بتاعها. طب ازاي اعرف افرق ما بين السنجولار والانفيرتبل؟ عن طريق الديترمنت. تمام. لو انا عندي ماتريكس وعايز اعرف اذا كانت هي سنجولار ولا انفيرتبل، تمام، لو هي كانت سنجولار يعني ليس لها اي انفرس، بروح اجيب لها الديترمنت بتاعها، لازم هلاقيه بزيرو. تمام. تمام. سنجولار. انما لو كانت انفيرتبل يعني قابله للانعكاس يعني لها يبقى اي الديترمنت بتاعها انفرس برقم بالظبط أكبر يساوي من زيرو. رقم او اقل، ممكن يكون بوزيتيف نيجاتيف زي ما يطلع، بس ما يطلعش بزيرو. اه. لو بقى بزيرو تبقى هي سنجل. يبقى انا دلوقتي لو الراجل قال لي فايند الانفرس وسكت يبقى هي اكيد انفرتبل. طب الراجل قال لي هات لي الاي انفرس اف ات اكزيست، لو هي موجوده يبقى هو كده في يبقى ممكن يكون في ممكن لعب. تبقى زيرو. بالظبط. يبقى انا اول حاجه راح اعملها راح احسب الديترمنت ده، طلع بزيرو يبقى هي ملهاش اصلا. تمام. الراجل طبعا هنا راح حسب القصه ديت. تمام. ولقى في الاخر ان هي ايه؟ ان هي مش هيكون ليها. ليه؟ عشان هي هم، عشان هي سنجولار، ماتريكس سنجولار. تمام. جينا بعد كده بقى سنجولار ازاي، ماتريكس. ازاي بقى نبدأ نحل السيستم باستخدام مين؟ باستخدام، احنا كده اول طريقة في الانفرس انا علمتها لك. تمام. انا النهارده مش هخش في السيستم، انا هخش بس في الماتريكس. يبقى احنا اول طريقة في الماتريكس اسمها ايه؟ اسمها الرو اليمينيشن. تمام. اللي انا بوصل لصورة ايشلون وبنقل الايه، ببدل ما بين الاي والاي عن طريق الرو اوبريشن زي ما انا وريتك كده. تمام. الطريقة الثانية، الطريقة الثانية واللي هي اسهل، وانا بجيب الانفرس بتاع الماتريكس، يا ترى هتكون عباره عن ايه؟ هتكون عباره عن حاجه اسمها الادجوينت ميثود. الادجوينت ميثود. ماشي. فور الانفرس. تمام. الادجوينت ميثود ديت بتقول لي ان انا لو انا عندي ماتريكس A
تمام. فانا بروح اول حاجه، اول خطوه بروح اعملها، بروح اجيب الديتريمنت بتاع الايه، اللي احنا بالمناسبه بنسميه عندنا دلتا. بروح اجيب حاجه اسمها الدلتا، اللي هو مين؟ اللي هو الديتريمنت بتاع الايه. observe. بعد كده بروح اجيب حاجه اسمها الفاكتور، الفاكتور ماتريكس. تمام. بعد ما بجيب الفاكتور ماتريكس ديت بروح اعمل لها ترانسبوز. تمام. بروح اعمل لها ايه؟ transpose. بروح اعمل لها بدورها ترانسبوز. وبعد ما اعمل لها ترانسبوز يبقى انا كده جبت الانفرس. يبقى الاي انفرس هيكون عباره عن مين؟ واحد على الدلتا في الداله اللي هي الفاكتور ماتريكس بعد ما انا عملت لها transpose. ترانسبوز. تمام. اللي احنا بنسميها مين؟ اللي احنا مثلا ممكن نسميها مثلا سي ترانسبوز. ماشي. اللي هي الفاكتور ماتريكس يعني اللي هي السي ترانسبوز. ماشي. ماشي. يبقى تعالى كده ناخد مثال سهل بسيط كده على الجزئيه ديت، بحيث ان احنا ايه، ترانسبوز. ماتريكس اللي هي الادجوينت ماتريكس. تمام. ولنكن مثلا هنشتغل على الماتريكس دي. ماشي. اللي هي عبارة عن، خلي بالك الطريقة دي أسهل طريقة، أسهل طريقة في إيجاد الإنفرس. هناخد كمان حصتين تلاتة كده طرق في الإنفرس، هنقعد بالأربع خمس صفح نحل. تمام. الأدجوينت اللي هو اتنين تلاتة واحد، واحد اتنين تلاتة، تلاتة واحد اتنين. ماشي. الراجل طالب مننا الماتريكس دي، بيقول لنا هات لنا مين؟ هات لنا الإنفرس. فايند الإنفرس. أنا أول حاجة أروح أعملها أروح أحسب الدلتا اللي هي بالنسبة لي الديتريمنت بتاع الماتريكس دي. فهتبقى براكت مضروب في الاتنين ناقص براكت مضروب في التلاتة بلس براكت مضروب في الواحد. صح؟ صح. هروح أطير الصف والعمود بتاع الاتنين يديني أربعة ناقص تلاتة، وأطير البراكت بتاع التلاتة يديني واحد في اتنين باتنين ناقص تسعة، تلاتة في تلاتة بتسعة، وأطير الصف والعمود بتوع الواحد يبقى لي واحد في واحد بواحد ناقص اتنين في تلاتة بستة. لو أنا جيت حسبتهم في الآخر ألاقي الناتج بتاعهم بكام؟ ب18. ماشي. طلعت رقم، ما طلعش طلعت بصفر، يبقى هي طلعت انفيرتبل. أكبر من الصفر. يعني انا ينفع اجيب لها الانفرس. تعال نكمل بقى. ازاي بقى بنقدر نجيب مصفوفه الفاكتور ماتريكس؟ وركز معايا بقى. الفاكتور ماتريكس انا اول حاجه بروح اسسها بقول ان الفاكتور ماتريكس اللي اسمها سي، هروح اسسها اول حاجه واقول ان هي عباره عن ايه؟ ان هي عباره عن ماتريكس كبيره كده، وبقول ان هي عباره عن واحد موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب، زي ما انا قلت لك من شويه. تمام. هنا كده براكت 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 اه براكت براكت. ماشي. يبقى موجب سالب موجب سالب موجب سالب براكت 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 لحد الى نهايته. ماشي. واجي امسك كل عنصر مكانه فوق في الماتريكس ايه، يعني انا العنصر الاول اللي هو الاثنين، صح؟ صح. واروح اطير الصف والعمود بتوعه، طير الصف والعمود بتوعه يبقى لي مين؟ لو انا طيرت اهو، امسك القلم الاحمر اهو اشتغل معاك واحده واحده. طيرت الصف والعمود بتوعه يبقى لي مين؟ 2 في 2 ب4 ناقص 3 يديني كام؟ 1. واحد. بعد كده امسح واكتب هنا 1 وابدا اشتغل في العنصر اللي بعده، العنصر اللي بعده اللي هو ال3. هطير الصف والعمود بتوعه واروح 1 في 2 ب2 ناقص 9 يبقى -7. صح؟ صح. يبقى هنا كده ممكن نكتب -7. بعد كده العنصر اللي بعده اللي هو الواحد، هطير الصف والعمود بتوعه واقول 1 في 1 ب1 ناقص 6 يديك ناقص دي 5. سالب 5.
بعد كده امسك العنصر اللي بعده اللي هو الواحد، اطير الصف والعمود بتوعه، والعمود يتبقى لي 3 في 2 ب6، 6 ناقص ستة 1 يديك كام؟ خمسة 5. يبقى هنا كده 5. طب هنا اللي هو الاتنين هطير الصف والعمود بتوعه، يتبقى لي 2 في 2 ب4 أربعة ناقص 3 يديك 1. واحد بعد كده امسك التلاتة اطير الصف والعمود بتوعها، واقول 2 في 1 ب2 ناقص 9 يديك كام؟ -7، صح؟ صح بعد كده امسك التلاتة اطير الصف والعمود بتوعها، يبقى لي 9 ناقص 2 7. بعد كده همسك الواحد هطير الصف والعمود بتوعه، واقول ان هو 2 في 3 ب6 ناقص 1 5. بعد كده امسك الاتنين اطير الصف والعمود بتوعها، واقول 2 في 2 ب4 ناقص 3 1. تمام. يعني بمعنى اصح تمام السي في الاخر لو انا بقى جيت اظبط بقى اضرب بقى السوالب ديت والموجبات والحاجات ديت، هتبقى 1 و7 وسالب 5 خمسة و7 و1 وسالب 5 و7 وسالب 5 و1. واحد. دي كده السي. بس احنا في القانون بتاعنا احنا محتاجين السي مدور، صح؟ عايز السي الترانسبوز ترانسبوز. بتاعها الترانسبوز كنا بنعمل ايه؟ بنقل الصف عمود والعمود صف، يعني هنقل الواحد والسبعة والخمسة تبقى 1 7 وسالب 5، -5 1 و7 يبقى -5 و1 و7، 7 وسالب 5 و1 يبقى 7 وسالب 5 و1. نقلت الصف عمود والعمود صح صف. طب دلوقتي عشان اجيب الماتريكس، الماتريكس هتكون الانفرس قصدي بتاع الايه، هتكون عباره عن ايه؟ هتكون عباره واحد على الدلتا اللي انا لسه جايبها في السي ترانسبوز اللي انا جايبها دي. يبقى انا بمعنى اصح اكني هقسم كل عنصر من العناصر ديت على كام؟ على ال 18 اللي انا كنت مطلعها فوق. تمام. اكون كده جبت الانفرس. سهله صح؟ صح. اسهل طريقه اللي انت تجيب بيها الانفرس. اللي جاي بعد كده خراب. أنا ملاحظ من الطريقة اللي قبلها. بالظبط، انا ما رضيتش ابدا لك بديت عشان ما تقولش ان الدنيا سهله وبسيطه، قلت ابدا لك بالمعقد عشان تحس ان ديت سهله. ماشي يا مدير؟ واضحة. يعني يبقى ده كده احنا كده خدنا طريقتين بتاعه الاليمنتري رو اوبريشن، وخدنا بطريقه مين؟ الادجوينت ميثود. ويبقى انت كده ناقص لك معايا في ذمتي 3 طرق كمان، طرق اسمها آه كايلي هامilton ثيوري. تمام. والتانية اللي هي آه اسمها ال واليو ديكومبوزيشن. ماشي. مم. ودمت مش عايز اقول لك يعني ما شاء الله عليهم يعني. خراب بيوت. حرفيا يعني. تمام. يبقى احنا كده جبنا دول. انا مش هخش تاني في الماتريكس في الانفرس اكتر من كده، انا كده خدت اللي انا عايزه. لما نيجي بقى في الحته اللي هي بتاعت الايجن فاليو والايجن فيكتور نبقى نتكلم اكتر في الايه، في الجزئيه دي. ماشي. يبقى احنا كده لو جبنا ماشي. المعلم دوت ونزلنا تحت كده عشان نشوف الانفرس. عايزك بقى تاخد الكام مسألة دول. بيقول لك هنا which of the following matrix has an inverse. عرفنا طبعا هنحسبها ازاي. لو هي كانت الديتريمنت بتاعها بزيرو فهي بتكون singular ملهاش، لو طلع برقم فهي بتكون invertible ينفع. فخد لي السؤال دوت كده سكرين. تمام. تمام. نفس السؤال اللي فوق بس هنا بيقول لك هات الانفرس. ماشي خلاص مش مهم. نبقى نشوف ايه سؤال تاني احسن. اللي هي اسمها جاوس elimination ميثود ديت اللي احنا لسه واخدينها. تمام. ممكن بقى تاخد لي السؤال دوت اللي هو الايه دوت. تمام. تحلها باستخدام مين؟ باستخدام الطريقتين اللي احنا خدناهم. ماشي. تمام. ها. خد برضو اللي هو السؤال دوت. برضو انا محتاج ان احنا نحله بالطريقتين. وخلي بالك هنا في تريكة اللي انت لازم هتبدل عشان ما ينفعش اول عنصر هنا يكون بصفر في اي ماتريكس ما بتتعامل ممكن معاها. أنزل الرول الأولاني في الرول التاني. يبقى انت بعد ما انت تكون الاي اي هتبدل بس صف بصف. ماشي. او ممكن تشتغل عليها على الشكل دوت. تمام. ممكن تشتغل عليها في الشكل دوت وفي الاخر خالص تبقى تبدل براحتك بقى، يعني شوف انت هتشتغل فيها ازاي
عايز برضو تصور الحل من هنا بحيث ان انت تكون فاهم الدنيا، صوره. هو هنا اول قبل ما يشتغل قام ايه، مبدل الاول. ماشي، يعني هو قبل ما يشتغل في المسألة بدل الاول. هو كده بقى مش هيشتغل كده على الصف المسألة ديت، ومش هيشتغل على الصف التاني، يبقى شغله كله على الصف الأولاني. ما هو بعد ما بدل بقى خلاص اصبحت مصفوفة عادية، بدايتها اتنين. فيبدأ بقى عشان يخلي السالب واحد ديت صفر، هيضرب دوت في كام، في نص، ويجمعه. فبقت هنا صفر وصفر، وبعد كده يبدأ يشتغل بقى زي ما احنا اتعودنا يعني. تمام. تمام. دي طبعا بتاعت الديتريمنت. ده الانفرس بتاع الايه. تمام، عايزك برضه تحلها لي برضه بالطريقتين، اي مسألة انفرس حلها بالطريقتين اللي احنا خدناهم بحيث ان انت تتدرب يعني. برضه المسألة ديت ما ينفعش تبدأ بالصفر، فانا اول حاجة في الطريقتين هعمل ايه، هبدل. اسمه ده، هبدل الرول الأولاني بالرول التاني. او الرول الاولاني بالرول التالت براحتك. ماشي، مم. عشان بس تبدأ. في التاني بتبقى أسهل عشان بتقلل شغلي على الرود، فبتخلي شغلي كله بقى الرود التالت. بالظبط، مظبوط كده. تمام، هنا برضه شوية اكسرسايز لو انت عايزهم بالانسر بتاعتهم. تمام، خدهم كده سكرين بالانسر بتاعتهم. بس كده يا حاج، مش مطلوب منك اكتر من كده. يبقى احنا كده خلصنا الشابتر ده كامل كده، اللي هو الماتريكس. خلصنا كده شابتر الماتريكس وشابتر